السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في خيط وغرزة. النهاردة معانا فيديو نتعلم ازاي نعمل مفرش من الكروشيه. النهاردة المفرش بتاعنا هيبقى عبارة عن وحدات أو عبارة عن دواير من الكروشيه، وهنبتدي نشبكها مع بعضها علشان نكون مفرش. أنا اشتغلت الوحدات دي كل واحدة منفصلة لوحدها، واستعملت في تنفيذ المفرش لونين من الخيط حسب الرغبة. انتي تختاري طبعا الالوان اللي تحبيها، تدمجي اي لونين يكونوا لايقين على بعض. اخترت اللون الاصفر مع اللون الاخضر، الوان لايقة جدا على بعضها. تقدري تختاري الالوان اللي تحبيها حسب رغبتك وحسب ذوقك. النهاردة هنبدأ مع بعض نشتغل المفرش ده خطوة خطوة من البداية خالص. يلا معايا نبدأ. أنا جوزت الخيط بس علشان الشرح يكون أوضح في الفيديو، لكن أنا لما اشتغلت المفرش أو العينة دي اشتغلت بالخيط عادي من غير ما أجوزها، فأنتي حسب برضو ما تحبي علشان تتعلمي. في الأول ممكن تجوزي الخيط لو هو رفيع، أو ممكن تختاري من البداية خيط تخين هينجز معاكي في الشغل. هنبتدي نعمل الدايرة السحرية بتاعتنا علشان نبدأ نشتغل عليها زي ما انتوا شايفين كده، وواضح في العينة ان الشغل كان شكل دائري. فاحنا هنبتدي نعمل الدايرة بتاعتنا علشان نبدأ العينة بشكل دائري. احنا طبعا شرحنا ازاي بنعمل الدايرة السحرية. هنبتدي اهو، هنبتدي نملى الدايرة بتاعتنا بعدد معقول من غرزة الحشو اللي احنا شرحناها برضو في فيديوهات قبل كده. اهو وليكن 10، بحيث ان الدايرة بتاعتي تبقى مقفولة، مش عايزاها مفتوحة. وابتدي اقفل، اصغر حجم الدايرة وابتدي اقفلها بغرزة منزلقة. ان انا بدخل في اول غرزة عملتها وبسحب منها غرزة. ده شكل الدايرة عندي بعد ما قفلتها. هبتدي بقى اشتغل عليها وابدأ الشغل بتاعي. هنلاحظ في العينة كده ان انا اشتغلت عواميد، مليت بيها الاسطر بتاعتي عبارة عن عواميد. العمود في الكروشيه هو اساس الشغلة. المفرش، شغل المفرش معايا النهاردة. هبتدي اشتغل العواميد. اتفقنا ان ارتفاع العمود العادي او غرزة البريد بيبقى ارتفاعه 3 سلاسل. باخد ال3 سلاسل وابتدي اشتغل. هدخل على طول في الغرزة اللي بعدها، هدخل بلفة واخرج بيها واخد لفة كمان من جوه. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة. هاخد لفتين واخرج من 2، هاخد لفة واخرج من 2، واخد لفة واخرج من آخر 2. وبكده أنا عملت أول عمود بعد البداية اهو زي ما انتوا شايفين. هكمل بنفس الطريقة. شغلنا النهاردة عبارة عن عواميد في كل الأسطر. اهو عملت عمود، هدخل في الغرزة اللي بعدها على طول واعمل عمود تاني. عواميد 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 على طول الخط كده في الغرزة بتاعتي اهو. مفيش اي غرزة تانية معايا النهاردة غير غرزة العمود. هكمل لحد ما اخلص السطر ده، هكمله كله عواميد.
أنا خلصت السطر الأول وقفلت السطر الأول. هتلاحظوا معايا في نقطة مهمة جدا جدا هقولها دلوقتي، إن كل ما بعلى سطر بحس إن الدايرة بتاعتي بدأت تتقوس شوية مني، وده نتيجة لأن أنا ماشية بالعدد هو وفي نفس الوقت الدايرة بتكبر، فطبعا ده هيأثر على شكل المفرش بتاعي أو العينة بتاعتي مش هتبقى مفرودة. فالنقطة دي إيه الحل بتاعها بقى؟ إن أنا بزود في الغرز، يعني أجي كده هو لما تبتدي الدايرة بتاعتي تتقوس، شايفين هي مع أول سطر وبدأت تاخد شكل التقوس، وده شيء طبيعي لأن أنا شغالة بنفس العدد، اشتغلت نفس العدد وما عملتش حساب إن هي الدايرة بتكبر. فإيه الحل ده دلوقتي؟ الحل إن أنا بزود في عدد العواميد، يعني مثلا اجي في السطر الأول عملت في كل غرزة أو في كل غرزة حشو عملت عمود واحد، هاجي في السطر التاني أعمل إيه بقى؟ بعد ما أعمل 3 سلاسل ارتفاع هعمل حاجة، هشتغل عمودين في سلسلة واسيب سلسلة أشتغل فيها عمود واحد، يعني همشي بنظام 2 1 2 زي ما هتشوفوا دلوقتي. أنا اشتغلت في السلسلة اللي خرجت بيها من العمود الأول، اشتغلت عمود برضو، يعني أنا عملت ارتفاع العمود في السطر التاني، بداية السطر التاني عملت 3 سلاسل ارتفاع عمود، وفي نفس السلسلة اللي عملت فيها ال3 سلاسل طلعت بعمود تاني علشان أدعم العدد عندي وازود العدد والدايرة تبطل تقوس مني او يروح التقوس وتبقى مفرودة زي ما انتوا شايفينها في العينة كده. بعمل ايه بقى؟ باجي السلسلة اللي بعدها وفي العمود باخد عمود تاني، عمود واحد، ونخلي بالنا من النقطة دي، باخد عمود واحد. انا كده اول حاجة اول عمود عملت فيه عمودين، تاني عمود عملت عمود واحد، تالت عمود هعمل عمودين اهو، ادي عمود وادي عمود في نفس المكان، يعني بشتغل 2 1 2 عمودين عمود، همشي بنفس الطريقة دي، عمودين عمود عمودين علشان يبدأ الشغل عندي يتفرد وما تبقاش الدايرة عندي مقوسة. هتلاحظوا ان بعد ما تشتغلوا السطر ده كده هتلاحظوا ان الدايرة بتاعتكم بدأت تتفرد وما بقاش فيه التقوس ده. انا اشتغلت واحد، يبقى العمود اللي بعده هشتغل عمودين في عمود اهو. دي نقطة مهمة جدا علشان الدايرة عندي ما تتقوسش، لازم اعمل التركاية دي ان انا بزود عدد العواميد اهي. شايفين بدأت الدايرة ما تبقاش مقوسة، لما اشتغلت العواميد بدأت تتفرد معايا. هكمل السطر بنفس الطريقة، طريقة عمودين عمود عمودين. خلصت السطر التاني وبدأت الدايرة عندي تاخد الشكل ده، بدأت تتفرد معايا وتبقى مستديرة بشكل مظبوط. هكمل بنفس الطريقة، هعمل ارتفاع كده. أنا في السطر التالت هعمل ارتفاع العمود 3 سلاسل زي ما متفقين، وهنزل في نفس السلاسل دي جنب السلاسل على طول هعمل عمود تاني برضو، همشي بنفس الطريقة عمودين عمود لحد ما دايرتي تبقى مفرودة بشكل تام. وما تقلقوش من حاجة، هتتفرد معاكم وهتاخد شكل زي ما انتوا شايفين كده في العينة، هيبقى شكلها مفرود ومظبوطة. هنكمل بنفس الطريقة عمودين عمود ونكمل السطر التالت. خلصت السطر التالت بنفس الطريقة، مشيت عمود عمودين لحد ما كمل عندي السطر وقفلته. هتلاقوا الدايرة مفرودة كده مفيهاش أي تقوس. هنكمل بنفس الطريقة. في السطر الرابع هنحاول ان احنا
ما نكثفش عدد العواميد، يعني مش هنشتغل بطريقة عمودين وعمود وعمودين، لا احنا هنشتغل بطريقة عمود عمود عمودين، يعني كل 2 عمود هناخد في العمود التالت هناخد 2. تمام، علشان انا ما زودش عندي عدد العواميد ويبتدي الشغل عندي يبقى مش مظبوط، او الدايرة تبقى مفرودة زيادة عن اللزوم ونلاقيها لولوت كده يمين وشمال وعدد العواميد زاد عن الحد. احنا اول 3 سطور بس اللي هنمشي بطريقة عمود وعمودين، وبعد كده في السطر الرابع هنبتدي نقلل عدد العواميد، هنمشي عمود، يعني هناخد عمود، نشتغل عمود عمود فرداني برضو، اشتغلنا عمود وعمود من غير ما نزود العمود الزيادة، عمود وعمود، وفي التالت هنعمل عمودين، يعني هنمشي بنظام عمود عمود عمودين عمود عمود عمودين كده يعني. اهو اخدنا عمودين، هنبدأ نعمل بقى ايه، عمود وعمود، عمود واحد وعمود واحد، اللي بعدهم بقى ايه رقم 3 هيبقى عمودين، لان برضو زيادة عدد العواميد هتبوظ مني الشغل وهتخلي الدايرة عندي مش مظبوطة. احنا عايزينها مظبوطة وعايزين نوصل للمستوى المظبوط، مش عايزينها مفرودة وملولوة او مقوسة، عايزين نظبطها. هنعمل عمود وعمود وهنبتدي نشتغل على حسب الشغل قدامي. بعد كده لو لاحظتي، لو مشيتي بالنظام ده ولاحظتي ان الدايرة معاكي بدأت تقوس، نزود عمود كده في النص بين كل عمودين، او نعمل عمود زيادة بحيث ان العمود الزيادة ده يظبط الدنيا معانا. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. استنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجاية هنشرح ازاي هنكمل المفرش بتاعنا، وازاي هنبتدي ندخل اللون التاني مع الشغل في الاطار زي ما انتوا شايفين، وازاي نشبك الوحدات دي علشان نكون معانا مفرش جميل نستعمله في البيت عندنا، ويبقى عملنا حاجة مفيدة وجميلة في نفس الوقت. استنوني وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، وهستنى تعليقاتكم على الفيديو، وأي استفسار. شكرا لكم.